بص يا سيدي، خليني أبدأ معاك الحلقة بحقيقة مثبتة بالأرقام. على مر التاريخ الكرة في مصر متربعة على العرش العربي والإفريقي سواء منتخبات أو أندية. منتخب مصر عنده 7 بطولات أفريقيا، وده بالنسبة لمنتخب معتمد اعتماد كلي على لعيبة محليين يعتبر إعجاز. وده بينقلنا للنقطة التانية، وهي توقعات الجمهور المصري من المنتخب. يعني أنا كمشجع مصري شفت منتخب مصر من سنة 98 لسنة 2010 بياخد 4 بطولات. الطبيعي والمنطقي إن أي مركز هوصل له غير الفوز باللقب هيعتبر خسارة. فطبيعي جدا إن لما أشوف المنتخب على مدار 15 سنة بيفشل إنه يفوز باللقب، أتأكد إن في مشكلة. مش بس مشكلة، دي كارثة. ولما ألاقي المنتخب ده على مدار 15 سنة مش بيفوز باللقب، لا ده كمان بيفشل في التأهل للبطولة أكتر من مرة، وبيخرج من المجموعات وبيخرج من دور ال16. يبقى ده مش مجرد سوء حظ، دي وساخة وعفن بيتكنس تحت السجادة على مدار 15 سنة. ومع كل فشل الحل بيكون تغيير المدرب، رغم ان المشكلة عمرها ما كانت في المدرب. في فجوة كبيرة بين امجاد الماضي وبين الوضع اللي وصلنا له دلوقتي، والفجوة دي كان السبب فيها جيل حسن شحاتة اللي وصلنا لمرحلة الإشباع الكروي، اللي هو احنا عاوزين ايه من الكرة تاني بقى. فبمجرد نهاية الجيل التاريخي اكتشفنا اننا لا عندنا لا خطة ولا مشروع، وكل الانجازات دي حصلت عن طريق الصدفة او اجتهادات فردية. واكبر دليل على كده ان محمد ابو تريكة اهم لاعب في تاريخ مصر كان قبل ما يفوز ببطولة افريقيا 2006 بسنتين 3 كان بيلعب درجة تانية. هل ده طبيعي لو كان عندنا مشروع وتخطيط لبكرة لاعب زي ده هيستنى 26 سنة عشان يظهر للنور؟ أكيد لأ. والله العظيم إنجازاتنا الكروية جت عن طريق الصدفة. وعشان نتلاشى في المستقبل الفضايح والخسائر لازم نعرف احنا ليه وصلنا للنقطة دي. ليه منتخب مصر بقى في الشلاحات في الوقت اللي عنده لعيبة بتلعب في أحسن أندية العالم، وعنده لعيبة تانية محلية لو بعناهم هنسدد ديون مصر كلها؟ خليني كده أبدأ معاك بالأسباب الفنية وأفصصها لك حتة حتة. أولا كده احنا مع كل فشل جديد بنروح نشيل المدير الفني بالجهاز بتاعه. طيب احنا من البداية كنا جايبينه ليه؟ ما هو احنا عارفين انه برضه هيفشل زي اللي قبله. طيب ما نوفر الفلوس دي كلها من الأول ونريح دماغنا وخلاص. أصل طول ما عندناش مشروع واضح طويل الأمد عمر ما هنجني ثمار. يعني مش منطقي يبقى عندي حتة أرض أروح أزرعها كرات واستناها آخر السنة تطرح مانجا. كلام مش منطقي. مش طبيعي يبقى عندي مجموعة محددة من اللاعبين كل يوم أجيب لهم مدرب جديد بطريقة لعب جديدة وبخطة جديدة. يعني على الأقل لو هغير مدربين أجيب مدربين يخدموا على خطة اللعب بتاعتي، أو نعمل بقى زي كل الناس ما بتعمل ونوحد طريقة اللعب في جميع المراحل السنية، عشان بعد كده وإحنا بنختار مدرب نبقى عارفين مواصفات الدماغ اللي إحنا محتاجينها. طيب دلوقتي أنا وحدت أسلوب اللعب وبقى عندي أسلوب واضح في اللعب، وجبت مدرب كويس قادر يخدم على الهوية بتاعتي الجديدة. ده هياخدنا بقى للعيبة نفسهم اللي هم راس مال اللعبة. اولا ما ينفعش يكون في مجاملات في اختيار اللعيبه. يعني حارس مرمى منتهي الصلاحيه ليه يلعب؟ طيب لو ما عنديش غيره في الصوره وكده كده خربانه، طيب ما اجرب غيره، مش يمكن غيره ينفع. ليه الجحود ده؟ ليه ده؟ طب ما تجرب يا اخي. انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ انت خسران كل حاجه. باك يمين ناشئ عنده 30 سنه يلعب ليه؟ ما هو بص الباك ده وحش، ولو رحت جبت اي باك وحش في الدوري مش هيبقى اوحش منه، فخلاص بقى وحش بوحش. طب ما تجرب يا اخي. انت غرمان حاجه. عندي برضه لعيب محلي مستواه لا يرتقي للعب حتى في الخليج، حصل عليه بروباجندا واتباع من الزمالك للاهلي بثروه تعمل نادي كامل من الصفر، بس مستواه في الماتشات الكبيره صفر. ليه يروح المنتخب؟ ليه اختار تشكيلتي بناء على ترشيحات بيجي ماجيكان والمختلط 1911؟ الناس دي بتاخد فلوس واكل عشه من التطبيل للعيب. دي بس عينه بسيطه من اللاعبين اللي بينضموا للمنتخب وهم ما يستحقوش ده. بس انا لو قعدت افلتر لك الفريق لاعب فغالبا مش هيتبقى في المنتخب غير مرموش وامام عاشور. فهنعدوا النقطه دي ونروح للي بعدها. النقطه الجايه دي هنضرب بها مثال بلاعب واحد بس، وهو مصطفى محمد. مصطفى لعيب حلو مفيش خلاف على ده، بس ليه انا كمنتخب مصر اضم لاعب مش بيلعب اساسي مع فريقه؟ هيجي واحد ويقول لي طيب ما هو مرموش احسن لاعب في المنتخب ومش بيلعب اساسي مع السيتي. بص يا حبيبي اخوك، مرموش لو قعد سنتين على الدكه زي مصطفى محمد هينسى الكره شكلها ايه. مرموش ما كملش كام شهر مع السيتي وبيدور على فريق تاني ياخد فيه فرصه، وده التفكير الطبيعي لاي لاعب عاوز يتطور. فمصطفى هو اللي عامل في نفسه كده. فعشان ما يبقاش فيه مجاملات من البدايه لازم اللاعب اللي يروح منتخب مصر يكون بيلعب مع فريقه. ولو فشلت اجيب لعيب بيلعب مع فريقه وعندي عجز في المركز ده فهنزل اجيبه من الدرجه الثانيه او من الدورات الرمضانيه، وعلى فكره مش هتدور كتير وهتلاقيه. النقطه الاخيره في موضوع اللعيبه هي محمد صلاح. بص عشان ندي كل واحد حقه، محمد صلاح لعيب ما حصلش بس في منظومه ليفربول، اما في منتخب مصر فهو مش هيلعب لوحده، ده طبعا بالاضافه انه كبر في السن ومش هيقدم لك شيء جديد. فلو كنا ناويين نبني فريق قوي ومشروع حقيقي فالمفروض المنتخب كله ده
يتحل باستثناء مرموش وامام عاشور، ونبدا كده على نظافه من اول وجديد. خلصنا كده اللعيبه، ندخل بقى على سبب الفساد الحقيقي، العزبه او بين قوسين اتحاد الكوره. احنا عندنا في مصر راجل محترم كده اسمه هاني ابو ريده، راجل فاشل في اداره منظومه بحجم اتحاد الكوره، بس كل ما الراجل ده بيفشل ويمشي فبطريقه ما بيرجع يمسك تاني. والله انا شخصيا ما اعرفش حجم السداهات اللي الراجل ده ماسكها على مسؤولين الكوره في مصر، بس وجود الراجل ده بعد كل الفشل ده ملوش غير معنى واحد بس. صاحب البيت عاوز يطلعني من شقتي بالعافيه، حجرت ونشفت راسي اني ما اطلعش، وعلشان هو ليه قرايب مهمين. المهم اتحاد الكوره بيتعامل مع المنتخب على انه عزبه، تلاقي الساده المسؤولين قاعدين في قعده انس وفرفشه، فتلاقيهم واخدين قرار اننا هنعمل منتخب محلي ونمسكه الكابتن حلمي طولان اللي هو اصلا ماسك لجنه تخطيط الكره المصريه. طيب انا مقدر جدا حماس الشباب اللي عند كابتن حلمي، بس والله يا جماعه احنا محتاجين وجوه جديده تكون تحت سن ال70، لكن ما ينفعش الكرة في مصر ندورها بالحب والمعارف، وما ينفعش برضه اروح اتعاقد مع مدرب زي كروش واول ما يبدا يشتغل اطلق صبياني عليه لحد ما يكفروه ويمشي، وبعدين اروح اجيب حسام حسن بضغط جماهيري، ولانه مش عاجبني اطلق برضه صبياني عليه، بس المره دي عاوزينه يبقى زي كروش. طيب يا ابني مش كروش ده كان عندك وانت طلعت فيه القطط الفطسانه؟ يعني دلوقتي كروش حلو ولا وحش؟ برضه رحت جبت مدرب زي ميكالي بالغلط، راجل بتاع شغل وعاوز يعمل طفره في قطاع الناشئين، وبلعيبه محليه قدر يوصلك مربع ذهبي في الاولمبياد، فانت قررت تعلق له المشنقه عشان خسر من المغرب. طيب هو السؤال دلوقتي فضحتنا قصاد المغرب نتاج شغل ميكالي ولا نتاج شغل اتحاد الكوره؟ والسؤال الاهم مين اللي المفروض يمشي؟ المدربين اللي كده كده بنغيره ونفشل برضه، ولا كابتن هاني ابو ريده اللي حاضر رحله الفشل كلها من اولها لاخرها؟ المنطق بيقول ان المشكله في الثابت الوحيد في المنظومه مش في المتغيرات. اخر حاجه في الحلقه دي لازم نفهمها انه منتخب مصر اصبح منتخب فرز تاني، فلازم الاعلام والجماهير تتعامل على هذا الاساس، عشان مش كل بطوله نشيل اللعيبه فوق طاقتها. احنا منتخب ضعيف وده حجمنا، والكره العاقمه دي هي كورتنا، ولازم نسلم بالحقيقه دي عشان نقدر نبني صح من اول وجديد. ولو اتحاد الكره المصري مش عارف الحل ايه، فخد يا سيدي الحل اهو من ChatGPT، بناء مشروع طويل الامد للكره المصريه عموما، واشهر الامثله مشروع بلجيكا ومشروع المغرب ومشروع السنغال اللي لو لعبت معاها باللي مسافات هتخسر برضه. اختيار مدرب مناسب لطبيعه الكره عندك في الوقت الحالي، ومنحه الاستقرار والوقت الكافي، عداله كامله في اختيار اللاعبين يمكن ربنا يكرم وتلاقي باك يمين، الاهتمام بمدارس الكره وقطاعات الناشئين وتوفير ظروف انسانيه ليهم عشان المواهب تظهر، نشتغل شويه على العامل البدني والنفسي بدل ما اللعيبه بتنزل الملعب بعكازات، واول ما يشوفوا الجمهور رافع ليزر في وشهم يبداوا في اسطوانه المظلوميه والرشاوي والتحكيم، تنظيم معسكرات بشكل دوري للعيال الصغيره عشان تحتك بالناس اللي بتلعب كره بجد، عشان بعد ما يطلعوا من الدوري ويروحوا يلعبوا ماتش دولي ما يتفاجئوش انهم ما بيعرفوش يباصوا الكره لبعض. واخر حاجه الاعلام لازم يناقش القضايا والمشاكل الحقيقيه في الكوره، بدل ما هم شغالين تسخين في الجماهير وركوب الترند والمحصله صفر. ده كل اللي عندي، وبقى تعالى تف في وشي لو حاجه من اللي قلناها دي اتنفذت. اقول لك حاجه، احنا نشيل حسام حسن ونرجع كروش. سلام.